السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة دخول رمضان على الابواب. زي ما انتم شايفين كده انا عاملة عجينة السمبوسة في البيت. انا عاملة عجينة السمبوسة بتاعة رمضان في البيت زي ما انتم شايفين كده. بصوا شكلها عامل ازاي، وخفيفة ورقيقة. بصوا ورقة السمبوسة عاملة ازاي. العجينة نفسها تحفة، خدمتها بصراحة طلعت مني كانت تجربة ناجحة 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 100%. وانا جايبه لكم بما ان التجربه طلعت ناجحه معايا بالمنظر ده، بصراحه قلت لازم اجربها لكم. شايفين شكلها عامل ازاي؟ زيها زي السمبوسه اللي احنا بنجيبها من بره واحسن كمان. هنحاول نقتصد على قد ما نقدر في ظل الظروف اللي بنمر بيها. صعبه بصراحه علينا قوي، كل حاجه غليت. فلو نقدر نعمل اي حاجه في البيت هنعملها. زي ما انتم شايفين انا جايبه كوبايتين ونص دقيق، اللي هو نص كيلو دقيق. تمام. حطيت عليه ربع معلقه ملح. تمام. المعلقة كبيرة فدي ربع معلقة ماشي، ومعلقتين كبار زيت. وبس كده. هي دي عجينة السمبوسة؟ اقول لكم هي دي عجينة السمبوسة. مالها خدت ايه مننا؟ معلقتين زيت وحبة ملح وشوية دقيق، وهنبدأ نعجن بقى زي ما انتم شايفين. يعني مش قصة، تقدري تعمليها وتحشيها وتشيلها في الفريزر عندك وتطلعها على القلي على طول. او تعملي العجينة وتظبطيها وتشيليها في الفريزر وتطلعي برضو تحشيها الحشوة اللي انت عايزاها، وعلى طول برضو تعمليها تبقى جاهزة وسهلة معاكي. هنا بقى بدأت افش غلي بقى في العجينة، وقعدت عجينة حلوة قوي. وبعد ما عجنتها ولمت معايا، بصوا ايدي نظيفة ازاي، لازم العجينة تكون كده. جبتها هنا وبرضو كنت عاملة فش غيظي برضو فيها بسبب الاسعار والسوق. ولما بنزل السوق بصدم بالاسعار، كل مره اسعار جديده، كل مره اسعار عاليه. فاشتغلت بقى في العجينه زي ما انتم شايفين، افش بقى غيظي بقى من اللي بشوفه. فقعدت بقى زي ما انتم شايفين كده، قعدت اعمل فيها واعجن فيها. بصوا بفرد وارجع الم تاني، افرد افرغ الهواء منها. اخدمي العجينه حلو، هتطلع معاكي سمبوسه ناجحه. عجينه سمبوسه ناجحه وممتازه وسهله جدا. بصوا عامله زي اللبان ازاي، ومفيش اي تلزيق ومفيش اي عجينه في ايدي، زي الفل. هنا خلاص هحطها في الطبق واغطيها واسيبها ترتاح. تمام. نبدا بعد كده عشان اجهز ان انا افردها. هجيب النشابه بتاعتي ونجيب حبه دقيق. بس الاول نقطع الاول، نقطعها كور ونشيلها عشان تبقى سهله علينا بعد كده نفردها. تمام. فانا هنا جبتها كده واشتغلت عليها. المفرش كان مضايقني قوي للسيليكون ده بصراحه، يعني كان لخمني قوي. فالمهم فردت العجينه بالمنظر ده، الشكل ده. وابدا اقطع كده قطع صغيره. تمام. بعد ما قطعتها كده افضل امسك كل كوره اظبطها كويس قوي، وافضل اعمل الحركه دي عشان تبقى الكوره سلسه معايا وحته واحده كده. تمام. انا موضحه الشكل بما فيه الكفايه يعني. يا رب تجربوها كده وتكتبوا لي في التعليقات اذا كانت عجبتكم وطلعت معاكم ناجحه ولا لا. انا طلعت معايا ناجحه 100%. بصراحه هعتمدها في رمضان السنه دي، مش هستغنى عنها. انا كنت دايما كل رمضان انا بشتري السمبوسه من بره، بس نظرا لغلاء الاسعار، تاني بعيد تاني معلش، نظرا لغلاء الاسعار، فلو اي حاجه نقدر نعملها في البيت نعملها. اي حاجه تقدروا تعملوا اعملوا، اعملوا القطايف، اعملوا السمبوسه دي. نعمل كل حاجه في البيت افضل لنا والله بكتير قوي من اللي احنا بنشوفه ده بره. وليه يعني؟ هنفضل هنا نفرد فيها. طبعا لقيتها بصوا زي ما انتم شايفين عماله تمسك في النشابه، فانا هحط فيها هحط عليها حبه دقيق. هحط عليها حبه دقيق عشان تمشي معايا في النشابه واعرف افرد فيها. طبعا ما كنتش العجينه ارتاحت قوي، فكانت تعبانه شويه في الفرد. المفروض العجين يرتاح شويه وابدا افرد فيه. يرتاح شويه قد يرتاح شويه شويه، يعني قد ربع ساعه كده او حاجه كده. انا ما استنيتش بصراحه ان اريحها كتير، يعني يا دوبك على طول كنت شغاله فيه. انا كنت صايمه وعايزه الحق اجهز، وعندي فطار شغاله فيه على البوتاجاز، عماله اعمل في فطار وفي نفس الوقت عايزه اعمل السمبوسه وبصور فيها. هنا طبعا بعد ما فردتها فببدأ احط حبة زيت كده. بصوا زي ما انتم شايفين كده، بفضل احط عليها زيت.
من كله من الجوانب، وكل حاجة يعني احط عليها حبة زيت كده زي ما انتم شايفين، وحبة دقيق فوقيها عشان نعملها طبقات طبقات. كل طبقة هتفرديها بالنشابة، هتحط عليها حبة تدهنيها بالزيت وتحطي عليها رشة الدقيق، وهوريكم شكلها في الآخر. بدأت أفرد التانية اهي. دي بقى بدأت بقى ترتاح، فايه مشيت معايا حلو يعني، ما تعبتنيش زي التانية. أول واحدة تعبتني، لكن تاني واحدة لا ما تعبتنيش. يلا اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، وتكونوا دايما في هنا وسعادة يا رب إن شاء الله. وربنا يسترها علينا يا رب إن شاء الله من اللي احنا فيه ده والغلا والتعب اللي احنا فيه بجد. أشكر كل الناس، أشكر كل الناس اللي متابعاني من من جوه مصر، يعني من داخل مصر ومن بره مصر. أشكر كل الناس، كل التحية والتقدير والاحترام ليكم والله على دماغي. أي يعني أي حد اشترك في قناتي على راسي من فوق، منورني ونور القناة. ودي حاجة أنا بكسب إخوات، مش بكسب ناس عادية، لا أنا بكسب إخوات بجد. هنا زي ما انتم شايفين فردت العجينه خلاص، وحطيت عليها برضو رشه الزيت، يعني دهنتها زيت، وحطيت رشه الدقيق. وزي ما هنا شايفين بصوا، انا بحط كل واحده فوق التانية، كل واحده فوق التانية. هتعملي المقدار بتاعك كله كده تمام. بصوا الطبقات هنا اهو، حطيت كل واحده فوق التانية، وارجع اجيبهم كلهم وافردهم وهم فوق بعض بالمنظر ده. تفردي بقى ايه كويس بقى زي ما انت السمك اللي انت عايزاه، بس احنا مش عايزينها رقيقه قوي عشان ما تتقطعش مننا. فانا هفرد السمك يعني يكون متوسط، لا هي تبقى رفيعه قوي عشان اعرف ايه وانا بعملها تطلع معايا. هنا جبت صينيه على البوتاجاز، اي صينيه عندك عادي، حتى لو ألمونيوم. بصي انا عادي جدا لقيت المقاس ده قدامي، فقلت ايه هسويه فيها. هنا بدأت بصوا تاخد اللون ازاي، بدأت الفقاقيع كده بتبان بتاعتها كده، وبدأت اهي. بدأت بقى اقلبها تمام، قلبتها واسيبها برضو الوش التاني. بصوا هنا بوريكم منظرها ازاي. بصوا خلاص دي كده معناها انها استوت. لما توصل المرحله دي ان هي تبقى بيضه كده، طب ما تسيبهاش تتحرق طبعا، يعني خلوا النار كده بتاعتها نار تكون متوسطه وما تكونش عاليه قوي. فانتوا تاخدوا اللون ده وتستنوا عليها شويه وتقلبوها على الوش التاني كده. هتستوي من جوه يا شيماء؟ معقوله؟ اقول لكم هتستوي من جوه، وهطلعها قدامكم كده دلوقتي. هنا بدات اخد الاطراف، الجوانب يعني الزيادات دي كلها شلتها، وبدات اقطعها بقى بالطول. طبعا ليكي حريه الاختيار تقطعها زي ما انت عايزه. في ناس بتحب تقطعها مربعات، لا انا قطعتها كده. بصوا بدات تطلع معايا ازاي. ابدا كده اسلك كل واحده كده. بصوا السمبوسه، بصوا العجينه حلوه ازاي، بصوا طالعه جميله ورقيقه وحلوه. انا عجبتني قوي قوي، بقيت مش مصدقه نفسي. كان كلهم في البيت عمالين يقولوا في اليوم ده انت عماله تعملي ايه، بتعملي ايه يا ماما، والعيال يدخلوا عليا وجوزي يدخل عليا انتوا بتعملي ايه. اقول لهم ما اعرفش، سيبوني بس انا بعمل اختراع، وسيبوني كده يمكن انجح فيه. وفعلا بسم الله ما شاء الله نجحت، كانت ناجحه ناجحه ناجحه. انا بوريكم بقى شكلها. بصوا بعد ما عملتها، وادي شكل العجينه اهي تمام. هنحشيها ايه؟ هقول لكم احشوها زي ما انتوا عايزين. عندكم لحمه مفرومه احشوا، عندكم جبنه قريش تحطوا عليها نعناع وتحشوها حلو. انا بقى جبت الجبنه النستون وقلت احشيها زي اخواتنا الخليجيين ما بيحشوا الجبنه الكيري. ما لقيتش كيري، فجبت جبنه نستون زي ما انتوا شايفين كده، وقلت احشيها بالجبنه النستون. يعني منها نوفر ومنها يعني تبقى بالجبنه، عندي بيحبوها اكتر حاجه، اكتر من لحمه مفرومه كمان. فانت ليكي حريه اختيار ان انت تحشيها زي ما انت عايزه. هنا حشيتها وبدات كده اعمل، وكنت جايبه جنبي حبه دقيق بميه عجناهم كده تمام، والزق بيها السمبوسه بتاعتي. هنا بصوا عملتها كده بالمنظر ده، ودي شكلها بعد ما عملتها كده جميله. كله حشيته جبنه. طبعا انا كنت حاشيه جزء تاني شلته خلاص في الفريزر، وده الجزء اللي انا كنت ناويه يعني احمره قدامكم واوريكم الطبق ده ان هو متحمر وحلو، لكن الباقي حشيته شلته في الفريزر. هنا بقى بدات انزل بقى في الطاسه بقى زيت غزير ويكون سخن.
دي اهم حاجة. شكلها يفتح النفس، شايفين شكلها تحفة. معلش انا اسفة جدا لو الفيديو طول عليكم، بس لازم اوريكم الخطوات واحدة واحدة. انا غصب عني لقيت الفيديو على فكرة كان اطول من كده، وانا يعني قصرته ليكم عشان ما تعبكوش معايا. بصوا شايفين عملت ازاي، حلوة حلوة وجميلة واقتصادية. ما خسرتش حاجة. كوبايتين دقيق غرقوا لي سمبوسة، يعني عملت بقى مقدار حلو قوي. هجربها تاني وهعمل تاني وتاني، وطول رمضان هعمل سمبوسة ان شاء الله طالما طلعت ناجحة بالمنظر ده. حاجة يعني بصراحة جميلة وبتفتح النفس جنب الأكل. احيانا بعمل نواشف، فراخ مشويه، حبه بطاطس جنبهم حبه سمبوسه، بتغير بجد وبتخلي طعم الاكل حلو كده. بنغير في الاكل على قد ما نقدر. وده شكلها بعد ما حمرتها، ولا اروع ولا احلى ولا اطعم من كده. كلهم شكروني عليها في البيت بعد ما دقوها. جربوها، هتعجبكم جدا، هتعجبكم جدا جدا. يا رب كده الفيديو بتاعي يكون عجبكم. ما تنسوليش لايك وشير والاشتراك في القناة، وانتظروا مني كل جديد. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.